اهلا بيكم. موضوعنا ببساطه يا اخوانا، الفنان احمد حلمي كلنا عارفينه، كان بيقدم مسرحيه في السعوديه، وفجاه راح يسلم على واحد وبيقول له: انت منين؟ صف اول. قال له: انا مصري. قال له: مصري وصف اول؟ اكيد معزوم. الموضوع ده عمل حساسيه عند بعض اهلنا في مصر. لو حضراتكم سالتوني عن رايي الشخصي، انا شايف ان الموضوع مش مهم، لكن هنقول لكم حضراتكم في بعض الناس قالت ان هو ما يصحش يقول كده، وان دي سقطة اعلامية، ومصري صف اول ومصري صف تاني. حضراتكم يعني عموما المصريين دلوقتي او احنا كمصر بقى عندنا حساسية من ناحية العرب. طب الفنانين كلهم بيروحوا السعودية، يعني على سبيل المثال ايام المهرجان القاهرة السينمائي اللي كان رئيسه الفنان حسين فهمي القريب ده، اللي من حوالي 3 4 شهور، كان معظم الفنانين موجودين في السعودية. يعني ده راجل بياكل عيش أحمد حلمي. فموضوع إن ناخد الموضوع على صدرنا، موضوع أنا شايفه من وجهة نظري مش مش هو ده الموضوع اللي احنا ناخده على صدرنا، يعني وإن احنا نتحامل على أحمد حلمي أو غيره، لأن في النهاية ده راجل بيأدي مشهد، وممكن يكون المشهد ده متفق عليه، ممكن وارد، ممكن يكون متفق عليه، لان في بعض الاقوال بتقول ان احمد حلمي نفسه بيقول ان المشهد ده مجتزأ وان ده متفق عليه، وفي ناس بتقول لك انه مش متفق عليه. خلينا حضراتكم نتكلم مع الناس اللي متضايقه من الموقف. انا عايز الناس اللي متضايقه من الموقف ما تتضايقش قوي، ما تتضايقش قوي. يعني على سبيل المثال حضراتكم، يعني مثلا اهلنا في ليبيا، الليبيين، اهلنا الليبيين بيقولوا لما بيحب مثلا يسألك شويه يقول لك في النهايه انت مصري، وكأن المصري دي كأنها مثلا يعني عيب او كده، يعني او مثلا يعني. وهل مثلا ارتباط مثلا ال ال هل مثلا معناه ان صف اول يعني ده غني، او يعني غريبة انه مصري يكون غني يعني، او فقير او كده؟ ما احنا مش عارفين دلوقتي احنا فقراء قوي ولا مش فقراء قوي، ولا اغنياء ولا مش اغنياء. انا شايف ان علاقة كرامة الانسان ووضعه مش مرتبطة اطلاقا بموضوع انك انت ثري او مش ثري. يا ريت حضراتكم الفكرة دي توصلكم. يعني صف اول وقاعد صف اول مستغرب ان هو مصري، يعني هل مثلا المصري فقير عشان حاجه غريبه انه يقعد صف اول؟ بقول لحضراتكم في ليبيا، اهلنا في ليبيا بيقولوا انت مصري في النهايه، يعني برضو يعني فالموضوع ما يتاخدش بحساسيه، لان اصلا اذا كنا بندافع عن اهلنا في مصر وبندافع عن كمصريتنا، فملهاش علاقه ابدا بالغنى والفقر. يعني مثلا اهلنا في السعوديه بيعملوا حفلات، لكن احنا في التاريخ في الفن معروفين وكل حاجه. فالموضوع اتخذ بحساسيه زياده عن اللزوم، زائد ان كرامه آه، الشعوب لا تقاس بمدى غناها. يعني في دول بسيطه كده مثلا، لكن ما بتربطش مثلا موضوع الكرامه او العزه او غيرتك على بلدك بانك انت ثري او فقير. يعني اذا كانت الموضوع مثلا اتخذ على اساس ان احنا فقراء وهو قاعد صف اول، يبقى ممكن في بعض الناس تتضايق. لكن انا مثلا انا شخصيا انا شايف ان الموضوع اتخذ بحساسية زايدة، وان طول عمرها الدنيا فيها غني وفقير، وعادي الغني ربنا يزيده والفقير ربنا يبعد عنه الفقر. موضوع حضراتكم ابسط من كده. واستياء الناس من احمد حلمي، احمد حلمي ده راجل يعني نقدر نقول ايه، بياكل عيش. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.